هتقولي بتعيطي ليه؟ بعيط على الاسعار. النار حرام. الناس الغلابه هتعمل ايه؟ الناس الغلابه اللي زي حالتنا اللي مالهمش معاش ولا اي حاجه على الله. ب40 جنيه العدس الغلابه. طيب طالعه من تحت يا جماعه، اتصدمت بغلاء الاسعار. هو الدنيا بقى فيها ايه؟ باكيتة البامبرز دي كنت بجيبها ب 180 جنيه، تخيلوا جايباها بكام؟ ب 250 جنيه جايباها. ودخلت عايزه اعمل مسقعه، اقسم بالله عايزه اعمل مسقعه وحاجه بسيطه، رحت اجيب البتنجان قالوا لي ب 15 جنيه. 15 جنيه كتير. سنتين العدس بقى ب60، سنتين اسود من الطين، والزيت بقى ب70. ايه والبيضه ب4 جنيه. ما انت عندك المكرونه والرز والشعريه ولسان العصفور والزبادي واللبن والبيض، كل ده ما هو غالي. اطفال مستشفى 57 357 محتاجين ليكم. 5 جنيه منك والله العظيم مش تفرق معاك، هتفرق في حياه اطفال. أبو خليل 187 متراً هو ارتفاع برج القاهرة، مسافة كانت أكثر من كافية لإنهاء حياته بعد أن ألقى بنفسه من أعلى البرج. ويبدو أن الحكومة المصرية تسعى لاستبدال طائرة الرئاسة بأخرى من نفس طراز طائرة الرئيس الأمريكي. المفاجأة اللي فكرتها رويترز بتقول لك إن المؤسسات الدولية والخبراء والناس في السوق عامة في مصر بتتعامل إن الجنيه هيوصل ل 28 جنيه قصاد الدولار. وعايزين حد يسمع شكوانا تتخطف من على بابه، بتوع الداخلية يجوا يقولوا روحوا شوفوا في اسم بوليس، هو احنا اتجننا؟ في اسمه اسلام مجدي محمود روبي ابني، دفنه في مصر بالرشوه، دفنته في مصر بالرشوه، لوكيل النيابه واخد رشوه، رئيس المباحث واخد كرتونتين LM رشوه، المباحث واخده رشوه، كل البلد مبنيه على الرشوه. في الحقيقة سينشأ من خلال رسوم يدفعها المقبلون على الزواج. مؤخرا وافق البرلمان المصري على مقترح لتعديل وقانون هيئة القناة يسمح لها بتأسيس صندوق تنموي يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة بعد أن كانت الإيرادات تصب مباشرة في الموازنة العامة للدولة. إذن أعلنت إثيوبيا اكتمال التعبئة الثالثة لسد النهضة وتشغيل التوربين الثاني لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 375 ميجاوات. كتير جدا جدا. خليج العقبة هو أرض مصرية، الخليج كله عرضه أقل من 3 ميل، موجود بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، جزيرة تيران مصرية وساحل سيناء مصرية. حاجة عظيمة 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 والله. نغزلنا شاورما الفراخ غير طبيعيه. في مصر اتخذت الديون منعطفا جديدا بعدما تجاوز الدين الخارجي مستوى 158 مليار دولار.